بصي، مهما الناس قالوا وعادوا انا ولا يفرق معايا كلامهم ده، ولا هيزودني ولا هينقصني، ولا هيقدمني ولا هيرجعني. كلامهم ده اراء وانا صاحبة القرار. مهما قالوا مهما عادوا انا اسمع من هنا واطلع من الناحية التانية. انا اللي بقرر اعمل ايه وما اعملش ايه. مفيش حد عارف انت بتمر بايه غير نفسك. فخليكي دايما فخورة بنفسك واللي انت بتعمليه، عشان محدش عالم انت عملتي ايه او ضحيتي بايه عشان توصلي للي انت فيه ده دلوقتي. فخليكي دايما واثقة، وحطي دايما في بالك ان انت تستحقي دايما الافضل والاحسن. اتأكدي انك جميلة زي ما انت، مش محتاجة ان انت تثبتي لحد حاجة. خليكي على طبيعتك، بعنادك، بشخصيتك، بكلامك، بضحكتك. خليكي انت، واثبتي لكل كلامهم ان هم غلط، وان نجاحك ده افضل انتقام لكل كلامهم. انك مش هتوصلي، انك مش هتنجحي، اثبتي ليهم العكس. اثبتي انك تقدري تعملي اللي انت عاوزاه وتوصلي لنفسك فيه مهما كان ايه. اعرفي ان الحياة اللي احنا فيها دي فرص، وانتي احلى فرصة في حياة اي حد تدخليها. خليكي متأكدة من ده، وما تفضليش قاعدة كده في مكانك تخلي اي كلمة مهما ايه حصل تأثر فيكي. دايما افتكري وانتي قاعدة انتي عملتي ايه وضحيتي بايه عشان توصلي للي انتي فيه ده دلوقتي. وافتكري انتي تعبتي قد ايه، وما تخليش اي حد بمجرد ما قال كلمة تهدك كل اللي انتي وصلتي له ده. ما كنتيش حتى عندك القدرة انك تكملي، بس انتي كملتي ووصلتي عشان انتي ما قابلتيش على نفسك انك تخسري. انتي ولا عندك دراع يتلوي، ولا حد ليه خير عليكي، والعين اللي تستصغرك اعميها، واختاري نفسك واهتمي بنفسك. وهتشوفي وهتعرفي قد ايه كان لازم كنت اخترتي نفسك من الاول، وهتشوفي قد ايه لازم تعتذري لنفسك على كل حاجة انت وصلتي نفسك فيها. فاهتمي بنفسك، واعدلي روتينك، واهتمي بتعليمك، واهتمي بمستقبلك، ودايما طوري من نفسك. دايما خلي كل حاجة انت عاوزة تحققيها اكتبيها في ورقة. حتى لو في يوم اكتبي 3 حاجات انت نفسك تحققيها. ما تبخليش على نفسك، ودوسي على نفسك مهما كانت الظروف اللي حواليكي. لا، كملي واستمري، حققي كل اللي نفسك فيه. اعرفي قيمتك وهتشوفي التغيير اللي بجد في حياتك. ولما ربنا يديكي بداية جديدة اوعي تكرري اخطائك القديمة، وتعلمي من اخطائك اللي فاتت، عشان لو ما تعلمتيش من اللي حصل زمان استقبلي اللي جاي بعدين. كل غلط احنا بنعمله بيبقى درس لينا كبير وبنتعلم منه. واحنا بشر وبنغلط، ومفيش انسان ما بيغلطش. كلنا بنغلط وبنتعلم من غلطنا عشان ما يتكررش بعدين. كل غلط احنا بنعمله بيبقى درس لينا كبير ولازم نتعلم منه. وكل اختبار بنمر بيه في حياتنا لازم نتعلم منه، عشان الغلط اللي حصل زمان ما يتكررش بعدين. وانتي ما جيتيش الدنيا دي عشان تلعبي، انتي جيتي هنا عشان تغيري قواعد اللعبة دي، وتثبتي ليهم ان الجيم ده بتاعك انتي، وانتي اللي هتكسبي فيه، عشان دي القواعد اللي كله هيمشي عليها، اللي انتي حطيتيها انتي، عشان دي حياتك انتي، وانتي بطلة القصة دي. وهما مجرد اشخاص في قصتك، ليهم دور وليهم نهاية فيها.